مصر بتتحارب محاربة شرسة من أعداء الوطن والدين في الداخل وفي الخارج. مفيش قوة عسكرية في الأرض تقدر تواجه الجيش المصري مواجهة مباشرة. ما يقدروش يواجهوا مصر مباشرة، لكن بيحاربوا مصر بحاجتين دلوقتي: بالحالة الاقتصادية، الحرب الاقتصادية اللي بيضربوا الاقتصاد المصري بها، زي قناة السويس. قناة السويس الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيان له من كام يوم بيقول إن قناة السويس السنة دي خسرت 7 مليار جنيه. زي السياحة، بيضربوا السياحة في مصر علشان يأثروا على الاقتصاد المصري، بيحاربوا مصر، بيخنقوا مصر، بيضغطوا على الشعب المصري علشان الشعب المصري يقوم على القيادة السياسية. لكن بنقول لهم كل موتوا بغيظكم. الشعب المصري عارف مصلحته، الشعب المصري ملتف خلف القيادة السياسية. الشعب المصري برغم الأزمات الاقتصادية اللي بتمر بها البلاد، لكن شايف بعينه إنجازات عبد الفتاح السيسي، لكن شايف بعينيه إنجازات الدولة المصرية. الشعب المصري شعب واعي، شعب مثقف، شعب عارف مصلحته. بيحاربوا مصر بالحرب الاقتصادية، وأيضا الأخطر كمان حرب الشائعات. كل يوم والتاني وسائل إعلام مخصصة لترويج الشائعات عن المصريين، زي ما يكون العالم كله ما فيش فيها الا مصر. سابوا الدنيا كلها وركزوا على مصر وعلى الشائعات على الدولة المصرية. كل يوم الطيران الإسرائيلي يخترق الأجواء المصرية، إسرائيل هتاخد سيناء، إسرائيل هتهجر الفلسطينيين إلى سيناء. كل يوم ترويج شائعات من أجل هدم الدولة المصرية. الناس ده يا جماعة شايفين اللي احنا مش شايفينه. الناس دي شايفة ان عبد الفتاح السيسي نهض بالدولة المصرية. الناس دي شايفة ان الدولة المصرية اصبحت على الطريق السليم. هي دي مصر، هي دي مصر اللي في 2011 كان عاوزين يسقطوها، هي دي مصر اللي في 2011 كان عاوزين يدمروها. هي دي ام الدنيا، هي دي ام الدنيا اللي احنا كنا بنقول هنمسك الاخوان وهندمر البلد وهنوقع الشعب في الاخوان والجيش والدنيا هتبقى فوضى. لكن بعون الله عز وجل